صحة أحاديث الفتن مثل الحديث عليكم بالسنن؟ نعم. هذا الحديث ليس فيه ذكر للفتن، وإنما هو من ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بثقلين، يعني أمرين كبيرين، أحدهما كتاب الله، ثم أمر بالتمسك به، يعني أنه جعله دليلا شرعيا، ثم قال: وعترتي أهل بيتي، أوصيكم في أهل بيتي، يعني أوصيكم بالقيام عليهم والإحسان إليهم، وليس فيه التوصية بكون أقوالهم حجة يحتج بها، لأنه في الأول لما قال في كتاب الله أوصاهم بالتمسك به، فدل هذا على أن الثاني الذي هو أهل البيت ليست أقوالهم حجة شرعية، وإنما المراد التوصية بالقيام بشؤونهم، الإحسان إليهم، حسن التعامل معهم، تقديرهم، إجلالهم، محبتهم لله عز وجل. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم.